انا ممكن الوحده تتسحب مني في اي وقت، بتضمن لي حقي كمستثمر اوف بلان وهي العقود. وطبعا كل واحد ليه الحريه، عايز تعمل كده اوكي، عايز تعمل كده اوكي. السلام عليكم ورحمه الله، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عمر فخري معاكم. النهارده احنا هنتكلم عن إيه الخطوات وايه الاوراق اللي احنا بنمر بيها واللي المفروض نتاكد منها في خلال العمليه الشرائيه لينا هنا في الامارات. بعد ما اخترنا العقار بتاعنا وعرفنا مين هو احسن مطور وايه احسن مشروع لينا، رقم واحد الاو تي بي او البوكينج فورم. الاو تي بي اللي هي الاوفر تو بيرتشيز، عرض الشراء، او البوكينج فورم، الفورم بتاعت الحجز. دي اول حاجه بيكون مذكور فيها اليونت، بيكون مذكور فيها المساحه، السعر، تفاصيل بدائيه عن الوحده، ودي بتكون اول خطوه عشان احجز بيها وحده داخل مطور. رقم اتنين هو الاس بي اي، يعني السيلز اند بيرتشيز اجريمنت، وده العقد الكبير او العقد اللي بيتم ذكر فيه كافة التفاصيل وكل التفاصيل عن الوحدة، وعلاقتك انت كمستثمر او كمشتري مع المطور هتكون عاملة ازاي، الدفعات، مواعيد الدفعات، لو في مثلا بينالتيز او لو في اي حاجة في العقد ده بيكون مذكور كل التفاصيل. حاجة مهمة انه انا بمضي على الاس بي اي ده بحتاج احول فلوس، فالفلوس هنا بتحول لحاجة اسمها الاسكرو اكاونت. الاسكرو اكاونت ده دايما لازم تميك شور ان المطور اللي انت معاه بتحط فلوسك في اسكرو اكاونت. ليه يا عمر؟ طيب، الاسكرو اكونت ده هو حساب الضمان اللي بيضمن لك حقك من الدوله. يعني المطور ما بياخدش الفلوس في جيبه، المطورين الكبار زي اعمار ودماك وشوبه وغيرهم من المطورين بيكون عندهم حاجه اسمها حساب ضمان، بتحط الفلوس اول فيه مش في حساب المطور. الفلوس دي بتكون مع الدوله، والدوله بتنزل مع البلديه حملات علشان تعمل انسبكشن او تعمل زياره ومعاينه للمشروع وصلنا قد ايه في الكونستراكشن. على هذا الاساس يبداوا يطلعوا فلوس للمطور، ولكن المطور ما بيبنيش بفلوسك، فلوسك بتكون مع الدوله. وعلشان كده هنا لازم ندفع ال 4% بتاعت دائره الاراضي والاملاك. اي ترانزاكشن هنا علشان تتسجل، عشان العقار ده يتسجل في الحكومه لازم ندفع ال 4% بتاعت دائره الاراضي والاملاك. وهنا ال 4% احنا بنتكلم على العقارات. هنا بنتكلم على العقارات السكنيه، ما بنتكلمش على العقارات التجاريه زي السيرفيس ابارتمنتس او الاوتيل ابارتمنتس او كده، لان دي بيتدفع عليها فات غير ال 4% بتاعت الدي ال دي. طيب، رقم واحد الاو تي بي او الاوفر تو بيرتشيز او البوكينج فورم اللي هي مجرد حجز واحد. رقم اتنين الاس بي اي. طالما انا دخلت في حته الاس بي اي ده معناه ان انا دفعت الدفعه الاولى اللي هي 5%، 10%، 20%، وات ايفر، دي بتكون في الاسكرو اكونت بتاع المطور. رقم ثلاثة بدفع ال 4% للدولة اللي هي الدي ال دي فيز او دبي لاند ديبارتمنت فيز. ليه؟ علشان اطلع ورقة مهمة جدا بتضمن لي حقي كمستثمر اوف بلان وهي العقود. طيب، العقود دي بتعمل لي ايه؟ العقود دي بتضمن لي حقي انه انا في خلال فترة الانشاء انا امتلك هذا العقار. طيب، لان في ناس بتقول مش مهم ندفع دلوقتي الفلوس، خلينا ندفعها قدام او خلينا ندفعها عند الاستلام. طيب، هنا المشكلة في حاجة، ان انا لو ما عادش عندي عقود او ما عنديش ورقة العقود، انا ممكن الوحدة تتسحب مني في اي وقت. وطبعا ده لو مطور مش من المطورين الكبار. فمن الاخر لو مطور حب يلعب معاك ممكن يلعب معاك ويسحب منك الوحدة لو انت مش دافع ال 4% ومعكش ورقة العقود من الدولة، من الحكومة اللي بتثبت انك تمتلك هذا العقار عند هذا المطور. فبالتالي ما نحاولش نوفر او نتذاكى على الحكومة او نتذاكى على الدولة في ان احنا ما ندفعش ال 4%. خليك ماشي في الامان، خليك ماشي ليجل وهكذا. طيب، موضوع الاسكرو اكاونت وال 4%، بتلاقي مطورين كتير بيقول لك انا ممكن ادي لك 40% خصم او 30% خصم قصاد ان انت تحول لي الفلوس على حسابي الشخصي. ليه؟ لان هو كده هيبني بفلوسك، ولكن انت قصاد الدولة مش طالع لك حاجة. فبالتالي بلاش نلعب وخلينا دايما ليجل علشان ما نخشش في ريسك. لان لما بنبعت الفلوس على الحساب الشخصي بتاع المطور كده انت ما دخلتش الدولة معاك في هذه العملية البيعية. دايما عشان تضمن حقك دخل الدولة معاك. ازاي؟ بانك تدفع ال 4% وتطلع لنفسك عقودي، وما تحولش الفلوس كاش على حساب المطور الخاص. تمام؟ وطبعا كل واحد ليه الحريه، عايز تعمل كده اوكي، عايز تعمل كده اوكي. ولكن في الاول وفي الاخر الدوله بتحاول ان هي توفر امان وبيئه عامه امنه للمستثمرين كلهم علشان يستثمروا من غير ما يكون الريسك عالي عليهم. تمام؟ بعد ما بندفع ال 4% بيطلع لنا العقود. العقود دي هي الاوف بلان تايتل ديد، او هي العقد اللي بيضمن لك حقك ان عندك هذا العقار. ده في خلال فتره الاوف بلان. عند الاستلام بيطلع لك حاجه اسمها التايتل ديد.
اذا احنا مرينا باربع مراحل. اول حاجه البوكينج فورم او الاو تي بي، هنا احنا بنحجز الوحده. تاني حاجه بندفع الدفعه الاولى وبنمضي على حاجه اسمها الاس بي اي او السيلز اند بيرتشيز اجريمنت. تالت حاجه مع الدفعه الاولى بندفع ال 4% بتاعت الدوله علشان يطلع لنا حاجه اسمها عقودي. عقودي دي هي اللي منها بقدر اقدم على الجولدن فيزا لو انا شاري عقار فوق ال 2 مليون درهم. فعقودي دي مهمه جدا وهي اللي بتضمن لي حقي عند المطور مع الدوله. المطور ما يقدرش يسحب مني الوحده طول ما عقودي طالعه. الدوله بس هي اللي تقدر تكنسل، وده بيكون مشوار كبير علشان اصلا تتكنسل. ولو اتاخرت في اي دفعات بينزل عليك غرامات من المطور مش من الدوله. وفي نفس الوقت المطور ما ينفعش يسحب منك الوحده لان انت في حفظ وفي امان الدوله بسبب انك دافع ال 4% الدي ال دي او اللي هي ال 4% بتاعه دايره الاراضي والاملاك. اذا او تي بي، سيلز اند بيرتشيز اجريمنت، عقودي خلال فتره الاوف بلان، ثم اخر شيء ومبروك العقار اتسلم، بتاخد التايتل ديد اللي هو العقد بتاع العقار بتاعك الجاهز. حاولت ابسطها على قد ما اقدر واحس الموضوع يكون شويه سهل. انا عارف ان هو متشعب وكده، حاولت اعيد كذا مره، ولكن لو في اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس، اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب. البلاي ليست بتاعت شرح كامل هتلاقوا فيها شروحات كتير تجاه المشاريع، وبنحاول برضو من آن لآخر ان احنا نضيف حاجة زي الفيديو ده يكون توعية لأي مستثمر جديد جاي على دبي وعايز يفهم هنا القوانين بتكون عاملة ازاي. اكتبوا لنا في الكومنتس عايزين تعرفوا ايه اكتر، وهتلاقوا لينك في الديسكريبشن لو عندك اي اسئلة او لو حابب تشتري عقار في دبي. شكرا.